اشرف حكيمي النهارده بيثبت للعالم كله ان هو يستحق ياخد الكرة الذهبية عن جدارة. ليه؟ لانه بيساهم في الاهداف في كل ماتش يعتبر. يعني النهارده بيسجل هدف ضد انتر ميامي، الهدف الرابع لباريس سان جيرمان في الشوط الاول، زي ما احنا شايفين الهدف، الكرة في العارضة وكمل عليها. فان تلاقي باك يمين يروح بيهاجم بشكل مؤثر وفعال ويسجل لك في كل ماتش او يعمل اسيستات، فيستحق الكرة الذهبية وهو حاطط رجل على رجل، مش مستاهله حسابات او اصوات او لا. هي بالشكل اللي احنا شايفينه. باريس سان جيرمان فاز بدوري الابطال، دوري فرنسي، كاس، في كاس العالم للانديه وصل للدور 16 وبيتاهل للدور ربع النهائي علشان يواجه بايرن ميونخ. فهتقول ايه اكتر من كده؟ بكده يكون اشرف حكيمي عنده 26 مساهمه تهديفيه في الموسم ده مع باريس سان جيرمان في كل البطولات. بكده يكون 11 هدف لاشرف حكيمي في الموسم ده، وهو ظهير ايمن لباريس سان جيرمان والمنتخب المغربي. وعندنا كده يكون اشرف حكيمي مسجل تاني اهدافه في كاس العالم للانديه. الشوط الثاني ميسي بدأ ان هو اللي يصد الاعصار، بس لوحده مش هيقدر لان سواريز عاوز له كرسي بعجل، جوردي ألابا مش شايفينه، بوسكيتش يعني الله اعلم فينه، مش شايفينه برضه في الماتش. اللعيبه كلها مش موجوده الا ميسي، تلاقي بياخد الكرة بيتحرك، هو اللي موجود في كل الملعب، فريق انتر ميسي. بعد الماتش اشرف حكيمي بياخد تيشيرت ميسي، بيبدلوا التيشيرتات، لقطه تاريخيه طبعا مع الاسطوره ليونيل ميسي، وهم طبعا زمايل لان ميسي كان موجود في باريس مع اشرف حكيمي، فالاثنين كده كده ايه عارفين بعض. وعندنا كمان بعد الماتش حصل بقى ايه، شفنا العيله اتلمت. ميسي سلم على لويس انريكي اللي كان بيدرب ميسي وبيدرب ماسكورانو وبيدرب بوسكيتش وجوردي ألابا وسواريز، عيله مع بعض. وطبعا ميسي مع زمايله في باريس سان جيرمان، فتحس ان ماتش خيري، الاثنين متفقين هنلعب ماتش ساعتين فجهز نفسك وتعالى هنلعب في ميامي. فهم جم امريكا ولعبوا، وماتش يعني ما فيهوش اي صعوبه، لا هو ماتش فري. الاثنين بيقابلوا بعض بعد فتره كبيره. انت رحت امريكا وسبتنا، احنا جايين لك زياره علشان نشوفك ونسلم عليك بس كده وخلصت. فالنهارده كان السلام كان بزياده قوي، تقلوا عليه شويه، الاحضان كانت بزياده بالاربعه. باريس سان جيرمان في الدور ربع النهائي هيلعب ضد بايرن ميونخ يوم 5/7/2025 الساعه 7 مساء بتوقيت مصر وبتوقيت السعوديه، والساعه 5 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.